يا صباح العسل، يا صباح الهنا، يا صباح السرور. النهارده انا شفت بيضه عندي الحمامايه. طبعا البيضه دي كل 20 سنه لما بتيجي مره، بتيجي من نقص كالسيوم الحمامه، بس اسمها البيضه الاسفنجيه. البيضه الاسفنجيه اهي. بصوا، هي مش بايظه، بس اسمها البيضه الاسفنجيه. ينفع نرجعها تاني؟ بص، شفتوا عامله زي كره البينج بونج اهي. بيضه حمامه اسمها بيضه الاسفنجيه. تمام يا باشا، ينفع نرجعها تاني اهي. اهي بصوا بقى لما بنحطها، لفت نظري ايه؟ ها، مش نايمه. بيضه مش نايمه، البيضه ايه؟ بصوا الهزه دي، شفتوا؟ البيضه مش نايمه. الهزازان ده معناها ان هي ايه؟ متكومه تحت هنا، يعني خربانه بس اسفنجيه. شفتوا التطبيقه دي اهي؟ هرجع تاني ايه؟ استعدلها. عامله زي وش اي تي، زي وش البني ادم. طبعا انا ايه، كل اصحابي على القناه حاولت كده قبل ما ادخل اقص ضوافري قبل ما ادخل اظبط نفسي، ان انا اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. ماشي، مش حارمكم من اي حاجه. عايز ايه؟ عايز افتحها. اه، جل اهو، مش بيض يا باشا، عباره عن جل. الماده ماده جل، لا فيها حيوان منوي ولا فيها حاجه، مبربره. تمام، محدش يقرف، محدش يتضايق. احنا بنتكلم كلام علمي، عشان خاطر الدقيقتين تلاته دول تبقى انت على علم. البيضه مكلسه، البيضه مكلسه مكلسه، خربانه اهي. تمام، ادينا وريناها لكم ان هي بتطبق سفنجه، مش بتتقشر. سفنجه، تدوس ترجع، تدوس ترجع، تدوس ترجع. اسمه بيض اسفنجي. تمام، ادي اسامه بيرجو وريها لكم. وطبعا عشان يبقى عندكم خبره ومعلومات عن البيض الاسفنجي اللي بيتطبق نتيجه عدم حصول النتايه على كالسيوم كتير يفيدها في عمليه وضع بيض ذات قشره سليمه وقويه. شكرا لحسن الاستماع. كان معكم بيرجو ترمس من الجمهوريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.